حكاية صادق وأمين. تعارف صادق وأمين عندما عملا معا في أحد الدكاكين في منطقة بروكلين في مدينة نيويورك، عندما كانا يعملان لدى شخص آخر، وأثناء عملهما نشأت بينهما صداقة تطورت بالاتصالات بعدما افترقا في العمل. وعلى مدى عامين كانا يتواصلان بالهاتف، فقد عملا في فترة ما بعد منتصف الليل التي كانت تعطيهما مجالا واسعا للتواصل والحديث. كان من الطبيعي أن تتطور مع صداقتهما رغبتهما في التجارة والشراكة وإنشاء دكان معا، وذلك ما كان. فبعد أن جمع كل منهما مبلغا من المال، استطاعا أن يستأجرا محلا في إحدى زوايا شوارع منطقة كوينز ويفتحانه. وفي الأيام الأولى لفتح المحل كانا يعملان ليل نهار حتى يتمكنا من دفع الإيجار وبناء المحل. وفي هذه الأيام الصعبة ظلت علاقتهما في تطور، وهما يصارعان من أجل تحسين محلهما وتجارتهما. وبعد 7 أشهر من العمل والجد بدأ المحل يدر ربحا، وبدأت أوضاعهما تتحسن ماديا. بدأ صادق يرسل أموالا إلى اليمن واشترى أرضية في أب، وقام أمين بإرسال بعض أمواله إلى صنعاء إلى أخيه ليبني شقة إضافية في الطابق العلوي لبيت أبيه. وأخذ باقي الربح وقام أمين واشترك مع ابن عمه مصلح في محل جديد. وبعد عام زادت السيولة المالية واشترك في محل ثالث، بينما استمر صادق في إرسال كل ما جمعه إلى اليمن لبناء بيت من 6 طوابق من الحجر الأحمر على تلة من تلال إب الخضراء المعروفة. وبعد 3 سنوات بدأ صادق ينظر إلى أمين وينظر إلى ممتلكاته، وبدأ الحسد والشك يساور نفسه، وبدأ تدريجيا يتحدث مع الآخرين ويشكك في نزاهة وأمانة أمين. وبدأ أمين يسمع من الناس ما يقوله صادق، وهو يحاول أن يتجاهل الموضوع، لكن الموضوع لم يذهب ولم يكن عارضا. ولما ارتفع صوت صادق أمام الناس ومع الآخرين وهو يتهم أمين صراحة بأنه سرق من المحل الأول وفتح المحلات الثانية، واجهه أمين ونشب بينهم نزاع بالأيادي. قام على أثره صادق بالاتصال بالشرطة وطلب منهم طرد أمين من المحل، لأن المحل كان باسم صادق. قال صادق للشرطة بأن المحل محله، واستخرج أمرا من المحكمة بمنع أمين من الاقتراب من المحل. وهكذا طرد أمين من محله ليبقى في حيرة من أمره، وليجد نفسه أمام حل وحيد، وهو الاتجاه إلى الجمعية اليمنية لحل القضية. توجه أمين إلى الجمعية لاسترجاع حقه وطلب منهم التدخل لحل القضية، فقاموا واستدعوا الطرفين. وبدأ صادق يفكر في شرح القصة، وجلس صادق يفكر في استراتيجية لاستخدامها في محكمة الجمعية. فاتصل بأحد المعروفين لدى الجمعية واستشاره، وقرر صادق أن ينكر أمين أولا، ثم أن يطالب أمين بالتعويض بمبلغ، وأن يأخذ نصيبه بالمحل بمبلغ معين. وذهب صادق مخططا لمرافعته أمام محكمة الجمعية، وهو يعرف أنه يجب عليه أن يبالغ ويلفق ويكبر المسألة حتى ينال حقه. فقانون المحاكم اليمنية هو أن تطالب بالذراع حتى تحصل على الشبر الذي هو لك. وهكذا جاء صادق وليس له من الصدق إلا اسمه ليحكي قصة بعضها من الواقع وبعضها من الخيال. ومثلما فعل صادق فعل أمين، واتصل بأحد المعروفين مع مسؤولي الجمعية ليستشيره بالموضوع. وبعد سماع الاستشارة جهز جوابه، وكان فيه من الخيال والمبالغة والمغالطة
ما كان مطلوبا لمواجهة تهمة صادق ومطالبة صادق له بالتعويض ورد اعتباره من تهمة السرقة. وبعد عدد من جلسات التحكيم التي حضرها المحكمين والمتنازعين وإبليس اللعين الذي كان مستشارا للطرفين، صدر الحكم المبين بأن يحل النزاع بالتثمين للمحل وإجبار أحدهما بشراء نصيب الآخر ودفع أجرة المحكمين. وهكذا انتهت الحكاية، فلا صادق ظل صادق ولا أصبح أمين كما كان